التكاتك والراب المصري وحلاقة الشعر دي في حاجات لازم يعاقب عليها القانون، فجبت لكم شوية حاجات محتاجين نلغيها تماما. أول حاجة العيال اللي بتشغل أغاني وفيديوهات بصوت عالي في المترو. أنت راجل موظف بتشتغل 12 ساعة يوميا مقابل 2300 جنيه شهريا، نص عمرك ضايع في المترو اللي بيوديك من محطة عزبة النخل للحلوان، فالمفروض إنك على الأقل تستمتع برحلة المترو دي. يعني أنت خارج من شغلك طهقان في ميعاد خروج موظفين وركبت المترو اللي أقل عربية فيها نص سكان دولة البحرين، ناس معرقة وناس مفسية وناس شاربة 6 لتر حلبة حصى والدنيا خربانة خالص. نوبن كده تتشريوبو مساكين شيراتون. وفجأة بتلاقي عيل خارج خروجه روشة مع صحابه ورايح حديقة الأزهر يعمل فوتو سيشن، مشغل مهرجان لفيلو الدخلاوي على سماعات JBL بازوكا دمر لك بيهم خلايا مخك العصبية. أو راجل قاعد على الكنبة في عز شبابه عنده 82 سنة بس، معاه عدة صيني جايبها من 2013 ومشغل فيديو لتوفيق عكاشة بيشرح فيها أضرار الماسونية والسمنة البلدي. لو عرف في الأسواق دي تمن دكر الوز كام ودكر البط كام ننتخب رئيس جمهورية. يعني انت بالصلاة على النبي في المترو بيتدمر لك حواسك الخمسة. تاني حاجة الراجل اللي بيقف على باب الميني باص وهو فاضي جوه، ده راجل بتبقى عايز بص تديله برجلك كده وانت جوه ترميه في اقرب ترعة، او تديله برجلك كده وانت بره تقعده جنب السواق. راجل سخيف جدا. الاتوبيس فاضي من جوه وفي كراسي فاضية بس هو بيعشق المغامرات. مثله في الحياة الاستاذ احمد العوضي، اخطر ممثل في مصر واكتر واحد عنده هرمون التستوستيرون في العالم، غاوي شعبطة في الاتوبيسات. هو الراجل ده اللي لما كان طفل كان بيجري ورا عربيات النقل او عربيات القر ويتشعبط فيها من ورا، لحد ما احترف وبقى بيتشعبط على باب الميني باص وبيحضر دكتوراه في الشعبطه في قطر مصر اسكندريه اقاليم. عندنا مثل عظيم في مصر بيقول الراجل ده عامل زي البضاعه، لا بيهلقلق ولا بيخلى من النجاسه. يعني لا هو مرتاح وقاعد جوه في الميني باص الفاضي، ولا هيخليك تركب او تنزل من الاتوبيس زي البني ادمين. ولو وقع وهو متشعبط وجاله ارتجاج في المخ وبقى متخلف عقليا، هتلاقي عيلته كلها بتحاسبن على الطريق وعلى مصر وعلى السواق وعليا. المهم انه مش غلطان. تالت حاجه الحلاقه الزرايبي دي. انا نزلت مصر اجازه من شهرين ورحت قعدت على القهوه، ببص حواليا لقيت ترابيزه قاعد عليها 12 شاب كلهم شبه بعض، كلهم حالقين نفس الحلاقه دي. سالت واحد صاحبي هي العيال دي عامله في نفسها كده ليه؟ قال لي ايه ده يا صاحبي انت ما تعرفش، دي حلاقه اسمها مولت، كل اللي تحت سن ال 22 عاملها. يعني انت شعرك ناعم، شعرك خشن، شعرك اكرت، ما عندكش شعر اصلا بتعمل الحلاقه دي. ساكن في مصر الجديده، ساكن في التجمع الخامس، ساكن في الحوامديه برضه بتعمل الحلاقه دي. هي نازله كده في اخر طبعه لكتاب ازاي تخلي البنات تحبك للروائي هاني سلامه. يعني انا راجل عجوز عندي 30 سنه ومش فاهم الموضه والزرب ده، بس ليه 12 واحد كلهم نفس الحلاقه؟ يعني مصر كلها بتحلق عند حلاق واحد ولا ده انقسام ميتوزي ولا ايه؟ قبل ما انزل مصر كان في حلاقه انجليزي، حلاقه طبق، حلاقه فيرزاتشي، عرف الديك، او تعمل شعرك كيرلي لو انت اسمك مازن. بس ان الاقي كل اللي تحت سن ال 22 سنه عاملين نفس الحلاقه دي حاجه غريبه. طب انتوا فاهمين ان في حلاقات ما ينفعش تليق على الناس كلها؟ عشان المشكله ان شكلها بيبقى مقرف على معظمكم، فمين المنافق اللي مفهمهم ان شكلهم طرش الطرش؟ ايه الحاجه اللي بعدها جايه لكم مخصوص من الباشمهندس شلبز بنفس ذات نفسه؟ ايه البطه اللي كسرت كل الارقام وربت زبون وجابت 10 بكاوي مشتركين في اسبوعين؟ تحيه كبيره لشلبوكه ويلا بينا. السلام عليكم، اهلا وسهلا اخويا. بس كنت استاهل تقديم اكبر من كده بصراحه. يعني المهم الموضوع ده انا عملت له دراسه واكتشفت انه اكتر حد محتاج يتحبس فيه او هم ما ينفعش اصلا هم الناس اللي مش بيلزموا مكانهم. يعني اي حد عموما بيحاول يتمرد. انت اتخلقت ابيض اسود تخين رفيع، استمر، ليه تحاول تغير؟ يعني مثلا في واحد زي ده اسمه نيكادو افوكادو، هشتمه لحد ما اموت. الراجل ده كان رفيع جدا وكان نباتي، فجاه واحده قال لك لا 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 لا، فضل يعلف نفسه وياكل بغباء لحد ما حول نفسه للمنظر ده. ولما تخن وبقى كده طلع على الناس بصوا يا جماعه انا بقيت تخين فانا دلوقتي معاق، لازم تعاملوني كاني معاق، اركن في مكان المعاقين بقى، ولما اخش المترو كلكم تقفوا وانا اقعد، خلاص انا معاق دلوقتي. انسان مستفز ما شبعش من الاكل اللي اكله، عايز ياكل حقنه كمان دلوقتي، ودي حاجه شريره جدا بالذات المعاقين. يعني انا افتكر في واحد معاق كده كل ما بفتكر المعاقين بفتكره، يعني لا نافع الدنيا ولا اخر. تخيل بعد كل اللي هو فيه ده يلاقي نيكادو افوكادو واقف راكن مكان. معلش بقى يا صاحبي والله انا عايز اركن هنا اصل انا معاق، حاجه شريره جدا. في برضه اي حد اسمه عبد السلام، هو عبد السلام وجسمه وكل حاجه فيه عبد السلام، كل معداته راجل. سلام تاني يوم قال لك لا باشا انا النهارده بقى انا انثى، انا مريم النهارده سموني مريم، وعايز يخش حمام الستات. في برضه اللي بيحول لون مايكل جاكسون مثلا، تاني يوم صحي قال لك لا انا اصلا مش
انا جدي كان ابيض وانا بقيت ابيض زي، مش مثلا قاعد يحط فير اند لافلي مثلا عشان يبقى مبدئيا كده، ده كله كلام فارغ. الحاجات دي كلها حاجات تعبانه، انا استعملتها كلها وما نجحتش معايا. عموما يعني راح عمل عمليه وفعلا قلب نفسه ابيض. وبعد كده لما طلع بالمنظر ده قعد يقول انتوا ازاي مش عايزين تتقبلوا ان انا ابيض؟ مش هنتقبلك، ما انت يعني انت حاولت نفسك بقيت ابيض، بس ابيض عارف لو وسيم شويه ماشي. بس دي الدراسات الشلبزيه اللي انا عملتها، ودول الناس اللي انا لقيتهم يعني. استنى بقى اخويا عشان يقول لكم البيع، عشان يا بخت من زر وخفف. شكر خاص موصول للباشمهندس شلبز وضيوفه الكرام في الاستوديو. لو لسه مش متابع الباشمهندس شلبز هتلاقي لينك قناته في وصف الحلقه. ولو عايز تعرف شكله الحقيقي انا قابلته في الحقيقه وممكن ارشد عنه لو حد بعت لي $50 او رغيف شاورما سوري. رابع حاجه، الويتر اللي بيجي يسالك ايه راي حضرتك في الاكل وانت لسه بتطفح اللقمه وما خلصتهاش. المطاعم والكافيهات مؤخرا بقت بتاخد 12% ضريبه و72% خدمه، عشان الويتر بقى بيقول بيستاشيو بدل فستق وهوت شوكليت بدل كاكاو وبقه فوقه بدل ازازه ميه. برغم انك بتتكيس وبتاكل البلوزه عشان عازم خطيبتك على الغدا في مطعم وبتدفع الشيء الفلاني وانت قايم، بيجي لك ويتر ما عندوش اي وعي انساني يسالك ايه راي حضرتك في الاكل عشان يحلل قيمه الخدمه اللي بيخرجوها من احشاء بطنك، وانت لسه يا دوب بتدوق الاكل عشان تعرف حته الكاوتشه اللي قدامك دي ستيك ويل دان ازاي. في بديهيات كده لو انت عندك ذوق ما ينفعش تعملها. يعني ما ينفعش تتصنت على كلام الناس، ما ينفعش تكلم حد وهو في الحمام، ما ينفعش تقاطع عم الناس ابو تريكه وهو بيتكلم، ما ينفعش تضرب صاحبك بالقفا قدام البنات عشان تحقق الكوميديا ويدوك ارقامهم، وما ينفعش انك كويتر تقطع غدايا وانا في نص الاكل وتسالني الاكل اخباره ايه. ما هو لو في حاجه من الاول هقول لك والله مش هخبي عليك انت زي اخويا برضه. خامس حاجه الجزء الاول، اي حد ما بيحبش تامر الجيار. انت لو ما بتحبش جيار مصر ادفع 100 جنيه او اذهب للسجن حالا. تامر الجيار ده بتاع كله، جيم ماشي، فلوجز ماشي، اعلانات ماشي، طباخ ماشي، حكم ومواعظ برضه ماشي. بتلاقي ناس بتطلع تقول لك ازاي تعمل غدا باقل تكلفه ممكنه وتلاقيهم بيطلبوا منك المستحيل. اطلع جبل فوجي هات حمام، انزل المحيط الاطلنطي هات اخطبوط او سمكه الرنجه العنيده، روح ايران في موسم التزاوج هات 9 كيلو زعفران. تلاقي نفسك عملت غدوه تكلفتها نص ثروه سميح صويرس. انما نجم الجيل تامر الجيار يعمل لك احلى غدوه ب 30 جنيه، مش هيعوز منك غير كيس شيبسي و3 بيضات وشويه كمون وتلاقيه عامل لك بيهم كافيار بالصويا، تاكلهم من هنا وتقول ايه الفجر ده. خامس حاجه الجزء الثاني، اي حد بيحب عمرو جله. الراجل ده المطاعم بتجيبه عشان يعمل اعلان عكسي، نظام الريفرس سايكولوجي، اللي هو المطاعم عارفه انه شخص بلط وكلح ولا يطاق ومع ذلك بتجيبه. عارف ليه؟ عشان لما يقول على اكل مطعم معين انه يقرف وطالع من بق كلب الناس تهاجمه وتقول له حرام عليك يا قطاع الارزاق ويجروا على المطعم ده يشتروا منه اكل. حركه صايعه طبعا واستغلال ذكي لكم السماجه واللزوجه والفازلين اللي في وش البني ادم ده. سادس حاجه، العيال اللي بتلبس شراب ابيض طويل على شبشب في الشارع. انا دلوقتي عايز اسالك سؤال بذمتك يا اخي، انت دلوقتي عايش في مصر، بتتنفس عفاره، بتكح تراب، بتشرب رمله، بتنزل مشوار في الجيزه بترجع شعرك ابيض ولا اكنك خارج من تراب الغفير. فهل انت منتظر انك تمشي 5 دقايق في الشارع بالشراب الابيض ده، خصوصا لو لابس شورت، وترجع بيه سليم زي ما هو؟ ما هو مش لازم تعمل لي فيها ايس كيوب يا صاحبي، انت اسمك ناصر التبعي وعايش في الوراق عادي. يعني نسبه وقوعك في مستنقع ولا مشيانك قدام محل علافه رشش ميه نسبه كبيره. فبالله عليك انا بشوف كتير، مش محتاج اشوف شراب ابيض متوسخ قاعد حاطط رجل على رجل على القهوه. سابع حاجه الانفلونسر. في نوع انفلونسر كده بيكون ساكن في بولاق الدكرور، بيبيع دهب امه وعربيه ابوه الفيات 132، لابتوب اخوه وجهاز اخته، وياخد الفلوس ويسافر بيها على دبي بفيزا بحث عن عمل. يخش جوتشي يشتري منهم شنطه، مش شنطه اللي هي بيرس، لا شنطه بلاستيك اللي هي بيتعبى فيها المشتريات، ويتصور وينزل صوره على الانستجرام بيقول حياه الاغنياء دي صعبه قوي، يعني على امل ان شركه اعلانات تكلمه تعمل عنده اعلان مسحوق غسيل ولا اي حاجه. لكن الحقيقه بيلاقي شرطه السياحه بتكلمه عشان كاسر فيزا وبقاله يومين قاعد عند جماعه باكستان. في بقى الانفلونسر اللي عكسه تماما، اللي بيطلع في بودكاست وبيقول انا كنت ببيع مناديل تحت كوبري السيده وباكل صلصه بس بستحمى بدش ساقع الساعه 5 الفجر واحوش من فلوس المناديل، وهو مصروفه كان بالدولار الفاجر، وابوه مستولي على 90 مليون فدان بيزرعهم ذهب وغاز طبيعي. يعني واحد بيدعي الغنى وهو عامل اشتراك شهري عند جبن عبور لاند وعيش التموين، والتاني بيدعي الفقر وهو ابوه جايب له عربيه لو باع الجنط بتاعها ممكن يجوز 3 شباب بثمنه. تامن حاجه الناس القذره بالفطره. انا ما عنديش مانع انك تكون قذر في مكانك الخاص، يعني ممكن تعيش زي الخنزير في زريبه مسميها شقه، ارمي زباله في الصاله، مواعين في كل حته، كوبايات شاي مرميه من ايام الثوره العربيه، استحمى كل عيد شم النسيم، براحتك يا باشا، ده مكانك الخاص، اتمرمغ فيه زي ما انت عايز. الدستور بيحمي حقك كمواطن انك تكون قذر في مكانك الخاص، لكن ليه يا اسطى تطلق علينا قذرتك الشخصيه في الاماكن العامه؟ يعني الراجل اللي بيطرطر في الشارع ده، هل مثانتك مثلا حجمها اكبر من حجم مثانه المراه؟
اكمنك اتميزت بقدره الطرطره وانت واقف يعني. الشجر بقى بيخرج اوراق شجر خبيث من كتر ما بترويها بالمسك اللي بتخرجه من جسمك، زيهم زي اللي طول ما هو ماشي بيتف في الشارع. يعني واحد بيشرب 8 حجره معسل قص كل 4 ساعات وصدره عباره عن صفيحه زباله، بيمشي بقى في الشارع بيتفتف بحيرات بلغم ويقرف اللي جابونا. ده غير طبعا اللي بيحط مزيد عرق في الاتوبيس، بيغسل سنانه بمعجون عفن الليالي، بيحط كونديشنر مكون من جاز وبنزين 80 على شعره، ودقنه عليها بواقي اكله ممبار ومخاصي من ثوره يناير. فيا اخوانا النظافه من الايمان، وانت لو مش مؤمن فراعي اخواتك المؤمنين في الله ما تقلبش معدتهم على الصبح، على الاقل مش بشكل يومي يعني. انت بقى يا اللي بتتفرج عليا تفتكر ايه تاني بيحصل لازم اللي بيعمله يتسجن عليه؟ قول لي في التعليقات وممكن نعمل جزء تاني بيهم. ولو عندك اي اقتراح ممكن تسيبهولي في التعليقات او ابعتهولي على انستجرام بعد ما تعمل لي فولو، هتلاقي انستجرام في وصف الحلقه. ما تنساش تعمل سبسكرايب لضيف الحلقه الباشمهندس شليبز، ولايك للحلقه دي وسبسكرايب لو عجبك المحتوى، وشوف الحلقات اللي فاتت. كان معاكم محمود عشري من 5 في عينك، واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.